وسيم الأسد صار بالسجون بعد ما كان على الجبهات، وبكرة دوامه. رح نشوف بكرة دوامه كيف رح يكون. سؤالنا اليوم إذا كان الحكم بإيدين الشعب شو ممكن يحكموا وسيم الأسد؟ هلا رح نشوف شو ممكن يحكموا، وانتم خبرونا شو بدكم وسيم الأسد ياخذ الحكم. لا ما بعرف انا شو مستوى الجرائم اللي مساويها، بس اكيد يعني العقوبه بدها تكون فظيعه يعني. هلا نحن بنسمع من النت، انا ما بعرف شو هي الجرائم اللي مساويها، بس اكيد يعني بحكم القانون شو الجرم اللي مساويه بحكم القانون، شو بتنطبق عليه المحكوميه لازم تتنفذ هو واي حدا. يعني هذا برايي انا حسب يعني اللي شايفه انه كل الناس يعني مبسوطه، كل الناس بدها هيك يعني. خلص خلي الناس اولا تعرف انه بالنهايه الظلم له حد يعني ما راح الظالم ما راح ينفذ يعني. واكبر يعني اذا بنطلع نحن كلياتنا متعلمين بالمدارس وشايفين اكبر امبراطوريات التاريخ شو بدي اقول لك يعني الامبراطوريات العظيمه اللي هدى الظلم بيهد كل شيء. طيب مين بتتمنى يلقطوه بعد وسيم الأسد من عائلة الأسد؟ والله كلهم الشكه كلهم تبعهم، كلهم الشرفة. كلياتهم الشده كلها. هلا انا بايدي انا حكم الشرعي. الحكم الشرعي هو يعني مبتدأ من القرآن، عرفت شلون؟ وفي عالم مختصة بهالقصة هاي. يعني فما فيني انا احكم على شخص انا بدون ما اعرف، ما عندي علم بشيء. بس انت كمواطن سوري أزونا بيت الأسد. طبعا هن اذونا على عيني وراسي، بس لك شغله هلا، هي الاحكام هي في عالم مختصة بالقصص هاي. اذا بدك انا احكي وغيري يحكي بالقصص هاي بتصير فوضى بالبلد. تمام. مين بتتمنى يلقط بعد وسيم الأسد؟ مش كل واحد مجرم، كل واحد مجرم ومطلطخه ايديه بالدم، دم السوري، والسوريين كثير تعذبوا، والحمد لله الله فرج على الامه هاي. يعني أنا أفضل أنه يحاكم قانونيا وبالمحكمة، وشو ارتكب جرائم مفروض يحاسب عليها، المفروض يحاسب عليها كل الجرائم اللي ارتكبها وتثبت عليه يحاكم عليها قانونيا. أنا هيك بفضل يحاكم قانونيا وبنال العقوبة اللي يعني بيستحقها يعني بصراحة. مؤبد. مين بتتمنى يلقطوا بعد وسيم الأسد؟ ماهر. هو بالتدريج ببلشوا، اخر شيء بشار. يعني هو ببلشوا من طبقات مثل ما هي كانوا عاملين رتب، نحن بنبلش كمان من الصغير للكبير على مهلنا. أصبح بتتمنى يلقطوا ماهر وبعدين بشار. للآخير بشار. معلش بالعاده لازم الاخ الاصغر من القطب الاول. مشان يشوف تعذيبهم بعدين يتعذبوا. من القطب الاول، ايه تمام نفس الشيء، واحد مثل ما هن كانوا عاملين لنا رتب. نفس الشيء، نحن كمان عندنا احترام للرتب، بنبلش من الرتبه الاصغر للرتبه الاعلى. بالآخير بنوصل للراس الكبير. على مهلنا. طيب نفترض لقطوا بشار الأسد، شو بتحكموا؟ كمان مؤبد. واحد أذى الشعب السوري، يعني شو ما عملوا فيه قليل، هو وأمثاله. مين بتتمنى يلقط بعد وسيم الأسد من آل الأسد؟ بشار الأسد. نتمنى، هذه امنيتي وامنيه الشعب السوري كله، بشار الأسد واللي تحت اللي كانوا معه، أعوانه، الحاشية تبعه. يعني هي أهم شيء إنه هو ومرته اسمها الأسد. مرحبا. اهلا وسهلا. هلا. كلياتنا بنعرف انه امبارح لقطوا وسيم الاسد. صح مزبوط. الحمد لله. اذا قلت لك الحكم بايدك شو ممكن تحكمه؟ والله لو بايدي كل شيء بيت اسد لازم. والله كتر ما دمرونا وروحوا مستقبلنا وكذا، الحمد لله. بلا ممكن انا تقول عني مجرم اذا قاعد، بس هو كتر ما شفنا الظلم صدنايا وبالسجون الثانيه، يعني ما في رأفه ما في رحمه، شو ليش لا نرحمه يعني.